أهلا بيكم في طريقة جديدة. لما تلاقي نفسك بيتم اتهامك إن أنت بتحب نفسك فتستغرب قوي إيه التهمة الجديدة دي. حب النفس مش عيب ولا خطيئة ولا حرام، ولكن لازم تفكر شوية، تفكر كمان بشكل دقيق وبشكل أعمق. لما يتقالك أنت أناني وبتحب نفسك، لو عايز تفكر معايا خليك معايا في الحلقة وتابعني للآخر. لو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لايك واعمل شير، لو بتشوفني على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. أنا سعيد جمال، علمتني الإعاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في تدريب عمله المرحوم أحمد كرم صديقي العزيز، كان بيتكلم فيه عن حب النفس، فكان دايما يقول أنا بحبك يا نفسي. حب النفس مش عيب، حب النفس مش غلط، حب النفس مش خطيئة، ولكن خلينا نفرق ما بين ان انت تحب نفسك وان يتقالك ان انت بتحب نفسك. لما تلاقي الناس اللي حواليك اللي ممكن انت تكون بتتعب عشانهم، اهلك، زوجتك، اولادك، حتى اصحابك المقربين، وتلاقيهم بيقولوا لك اصل انت ما بتحبش غير نفسك، اصل انت اناني. هنا خليني اقول لك على حاجه مهمه. لو انت ما قصرتش في حق حد فيهم، عملت كل اللي عليك، لو انت بتتعب عشانهم، لو انت بتقف جنبيهم، لو انت بتعمل كل سبل السعادة للناس دي، اوعى تصدق الكلام ده وقول للكلام اللي هما بيقولوه طز. اللي يقولك بتحب نفسك قول له ايه يعني ان انا بحب نفسي، الحمد لله ان انا بحب نفسي. اللي يقولك انت اناني قول له طز، طز في الكلمة اللي انت قلتها ان انا اناني. علماء النفس قالوا ان احيانا بعض الناس بيضفوا عليك الصفة اللي عندهم. هتقول لي يعني ايه؟ هقولك بمنتهى البساطة، بيقولوا ان لو واحد اناني وهو شايف ان هو اناني، دايما بيتهم الاشخاص اللي حواليه ان هم فيهم صفة الانانية. ولو واحد بيحب نفسه قوي لدرجة ان هو يكون ايجو، فبيشوف كل الناس اللي حواليه انهم ايجو فبيتهمهم بكده. فلو انت عملت كل اللي عليك، لو انت بتسعد كل اللي حواليك وحد فيهم قالك انت اناني، فاعرف انه بيتكلم عن نفسه ما بيتكلمش عليك. اعرف ان بيتكلم عن صفة جواه خايف يطلعها وخايف الناس تشوفها، فبيحاول يطلعها ويخليك تشوفها فيك انت. حب النفس زي ما قلنا مش عيب ولا حرام، لكن حب نفسك وقدرها. بمناسبة البرنامج بتاعنا علمتني الإعاقة، الإعاقة علمتني ان انا اقدر نفسي كويس جدا. الإعاقة علمتني ازاي احب نفسي وارقى بيها. الإعاقة علمتني احب اللي حواليا واساعدهم ايا كانت الطريقة اللي ممكن اساعدهم بيها، طالما هي طريقة مشروعة وحلال. الإعاقة علمتني إنكار الذات، وفي فرق بين إنكار الذات وإن أنا أحب نفسي. أنا بحب نفسي بس بنكر نفسي، بمعنى إن أنا ممكن أقول للي حواليا لو أنا جايب حاجة ليا أديها للي حواليا أو نديها للي قدامي بسماحة نفس، وأقول له والله أنا مسامح، أنا مش عايز، أفضله هو عني أيا كان الشخص ده مين. فعشان كده دايما أقول للناس خليك بعقلية متحدي الإعاقة أو المعاق. صدقني هتحس، هتعرف، هتكون إنسان تاني، هتكون شخص مختلف. أشوفكم الحلقة الجاية، وأتمنى بقى تعملوا شير وتعملوا لايك للحلقة وتدعوا الناس للقناة لو عجبكم الحلقة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.